برحب بيكم. انا لايف كوتش زياد عيد، معتمد من جامعه عين شمس على درجه الECC. كنت حابب اسالكم ايه اهم علاقه في حياتكم؟ لو حد حابب يشارك. فايه اول حاجه نشتغل عليها عشان نحسن علاقتنا مع نفسنا؟ هو عامه لو الصوره اللي احنا مكونينها عن نفسنا دي من اراء الناس او من اللي حوالينا، فغالبا بتكون صوره مزيفه مش صورتنا عن نفسنا الحقيقيه. فعلشان نعرف صورتنا الحقيقيه عن نفسنا لازم نعرف نفسنا اصلا في المواقف او التجارب. بنتعلم ايه عن نفسنا، شايفين نفسنا ازاي، احنا مين اصلا، بعيدا عن الاحكام، سواء الاحكام دي احنا اللي بنحكم على نفسنا او من الاخرين. وغالبا احكام الاخرين بتبقى بعد كده احنا اللي بنحكم بيها على نفسنا، يعني بنعتقدها وبنبقى احنا اللي بنحكم بيها على نفسنا بعد كده. فمهم ان احنا نعرف صورتنا عن نفسنا بعيدا عن اراء الناس او اللي حوالينا او الاحكام او كل ده، ونعرف احنا مين في المواقف. بس يعني برضه حابب اعرف حد سمعتوني ازاي في الجزئيه دي. طب هو ايه علاقه انكار الذات بالاولويه؟ هو لو انت مش بتحط نفسك اولويه ساعتها انت كده بتنكر نفسك. فانت المهم ان انت او انكار الذات عامه هو ان انت مثلا ما تتقبلش الشكر او تحس لما حد بيشكرك اللي هو انا ما عملتش حاجه او ده واجبي، او لما حد يطلب رايك مثلا فبتحس ان اللي هو انا رايي مش مهم او انا رايي اللي هيفرق مثلا او كده، او بتيجي على حقوقك في سبيل احتياجات الاخرين. فساعتها هنا انت بتنكر ذاتك. فعلشان نوقف انكار الذات ده بحاجتين، اول حاجه هو الثناء، ان احنا نشوف المواقف اللي احنا انجزنا فيها او انجازاتنا الصغيره، زي كأن مثلا كده معانا فلاش، بدل ما نعمل سبوت على الحاجات الوحشه بس، لا احنا بنعمل سبوت على الصوره كامله، نشوف الحاجات اللي احنا محتاجين نطور فيها نفسنا والحاجات اللي احنا انجازاتنا الصغيره. تاني حاجه البناء، ان احنا نبني حاجات جديده، نحط اهداف جديده ونحاول نوصل لها ونعمل انجازات جديده، ونشوف الحاجات اللي احنا محتاجين نوصل لها نسعى لها عشان نعلي استحقاقنا، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات اللي احنا هنبقى فخورين لو عملناها. فده بالنسبه لانكار انكار الذات، الثناء والبناء. فبرضه كنت حابب اسمع مشاركتكم في الجزئيه دي. فاللي هو معنى ان مش عندي او انا مش عارف مثلا ادي الحاجات ديت لنفسي فمش هعرف اديها للاخرين. نتكلم عنها هي تقبل الذات. فهل انتم متقبلين نفسكم؟ سؤال تاني، انتم متقبلين الاخرين؟ تمام. فعدم تقبلنا للاخرين جاي من عدم تقبلنا لنفسنا اصلا. يعني احنا لو قعدنا مع نفسنا هنلاقي عمقه الجزئيه دي، عشان انا مش متقبلها في نفسي فبتقبلها في الاخرين، وكاني يعني بتقبلها بنسبه. وبرده جزئيه تانية في تقبل الذات، ان احنا اي موقف او فعل او كلمه بتطلع مننا نكون متوقعين ان هي هتنول القبول والرفض، ما نكونش متقبلين ان هي تنول القبول بس ونرفض ان هي لما تتقبل الرفض، فنكون متقبلين الرفض والقبول من اي حاجه بتطلع مننا. وعشان نوصل لتقبل الذات محتاجين نعمل حاجتين. اول حاجه التسليم، ان احنا نسلم ونرضى لربنا بكل حاجه وبكل موقف حطينا فيها، سواء احنا متقبلينه او لسه مش عارفين الحكمه، ونحاول نوصل للحكمه والرساله اللي حطتنا في الموقف ده، علشان نحس مثلا مشاعر معينه او نزعل فتره او حاجه، نعرف الحكمه والرساله من الموقف ده. ونتقبل برضو مثلا طريقه تربيه اهالينا، حاجه حصلت لنا مش فاهمين الحكمه منها، نحاول نتقبلها ونوصل للحكمه منها. تاني حاجه هو احترام الاختلاف، ان احنا نحترم اختلافنا اصلا ونحترم اختلاف الاخرين. فبرضه كنت حابب اسمع رايكم في الجزئيه دي. الرفض والقبول، تربيه. بالظبط، نسلم ونرضى. بالظبط كده. بشكر حضرتك يا كوتش. تاني حاجه برضو ليها علاقه بتقبل الذات، قعدتنا مع نفسنا. احنا بنميل للقعده لوحدنا اكتر ولا وسط اجتماعات اكتر؟ لوحدنا. حد تاني برضو حابب يشارك؟ وسط اجتماعات.
طيب مهم برضو ان احنا نعرف لما بنبقى قاعدين مع الناس اصلا بنبقى معاهم فعلا، يعني حاضرين معاهم، ولا دماغنا في حتة تانية، دماغنا لوحدنا بقى؟ احنا شايفين نفسنا كفاية ولا لا؟ بالنسبة لنفسي، لا بالنسبة لنفسي احنا في علاقتنا مع نفسنا. يعني ده سؤال برضو. ما هو مش معنى ان انا، يعني مش معنى ان انا شايف نفسي كويس مش معناه ان انا اطور من نفسي خالص. معناها ان انا اطور من نفسي. ايوه بالظبط طبعا. قول لي يا مين، قول لي رأيك. ايه ده؟ هو عامة يعني سؤال، الغرض من سؤال انت كفاية ده نرجع تاني لصورتنا بنفسنا. فاحنا شايفين نفسنا بقى ازاي اصلا؟ هو مش معنى ان انا كويس في حاجات ان انا ما فياش نقاط ضعف. طيب يعني هو عامة يعني بشكركم جدا. الحوار ده ممكن نكمله. هو عامة يعني السؤال ده على طول بيدخلنا كده وبيتوهنا. طيب هو عامة كان الغرض ان احنا نشوف نفسنا ونقعد مع نفسنا في السؤال ده. وتاني حاجة كنا محتاجين نتكلم عنها هو الاكتفاء عامة. ان احنا مثلا ما يبقاش عندنا شعور بالرفض فنعوضه في علاقة، او ندخل علاقة علشان احنا رافضين نفسنا فنتقبل، يعني نبقى مقبولين في علاقة فنعوض الشعور ده عندنا. او ان احنا مثلا مش ناجحين في حاجة معينة فندخل في حاجة علشان ننجح فيها فنرضي او نعوض شعور عدم النجاح عندنا او الفشل او الرفض او كده. المهم ان احنا نكتفي بنفسنا ومن يعني ما نخشش علاقة عشان نعوض شعور احنا مفتقدينه مثلا. فبرضه دي حتة يعني
محتاجين نفكر فيها، وبرضو يعني محتاج اسمع ارائكم في الجزئيه دي. لو حد برضو ليه اي مشاركه. نعم حسب ما انت شايف هي دي مرايه بالظبط. الاخرين هو بشكرك جدا يا مينا، وبشكركم كلكم، ويعني اتمنى ان انا اكون قدرت اوضح لكم الصوره، وباقي الاسئله نتناقش فيها. يعني شكرا لكم.